السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله في وصفة النهارده هنعمل مع بعض فطيرة شرقي بالجلاش وبالسجق وبالزيتون والجبن. معانا هنا زيتون مخلي، معانا جبنة شيدر على موتزاريلا، معانا فلفل رومي متقطع مكعبات كده قرنين، معانا ربع سجق مسلوق سلقينه ومقطعينه مكعبات مش عاملين فيه اي حاجة تاني، ومعانا لفة جلاش، وهيبقى معانا بيضتين، ومعانا كوباية حليب. تمام. وبس، ويبقى معانا شوية فلفل اسمر وملح ونص معلقة بيكنج باودر. تمام. الوصفة دي جميلة جدا يا جماعة، وحلوة قوي قوي وسهلة وخفيفة وما فيهاش اي مشاكل، واحلى من الجلاش اللي احنا كنا بنعمله طبقات. ده اخف بكتير واسهل، ومش بياخد سمنة او زيت كتير. بنقطع لفة الجلاش كده زي ما انتوا شايفين كده، رول كده زي ما هي، يعني جبتها من التلاجة وقطعتها زي ما هي كده. هناخدها بقى كده في صينية ونبتدي ايه، نفكها من بعضها زي ما حضراتكم هتشوفوا. دي تعتبر فطيرة شرقي زي الفطير اللي بره، بس عاملينها بالجلاش بالشكل الجديد ده، لان دي طالعة جديد الوصفة دي، وانتشرت قوي من الحلو والحادق. فاحنا عملنا منها الحلو، وهنعمل بقى ايه، فطيرة جلاش اللي هي الشرقي من الحادق. لازم نفك كل الرقات من بعضها كده زي ما حضراتكم شايفين. هيبقى معانا طبعا في حدود نص كوباية او كوباية الا ربع سمنة سايحة. انا صراحة مش مقدرة لها، بس يعني ايه، انا حطيت كده بالبركة يعني. بنقلب بقى كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده، بنغلف كله بالسمنة. برضو صراحة الجلاش ميزته الحلوة ان هو مجال واسع في الوصفات، يعني بنعمل منه حاجات كتير ووصفات كتير ده ميزته يعني. بنقلب كويس قوي كده زي ما حضراتكم شايفين، ونطلعه من بعضيه على قدر الامكان. تمام كده. طبعا احنا كده غلفنا كله بالسمنه، وبعدين الحشوات بقى على حسب مزاجكم انتوا يا جماعه. عاوزين تحشوا بلانشون، ببسطرمه، بجبن، بس باي حاجه انتوا تحبوها، بفراخ فايضه عندكم. انا جبت ربع سجق وسلقته، سجق بلدي وسلقته وقطعته. هو طبعا السجق كده كده متبل يعني، بيجي من عند الجزار متبل، وحطيته هو زي ما هو، ما عملتش فيه اي حاجه، لا شوحته ولا عملت حاجه، يا دوب بس سلقته خدته غلوتين. انا بعمله على طول كده، وقطعته وركنته زي ما حضراتكم شفتوا. احنا قسمنا كده الجلاش نص ونص. النص الاولاني طبعا هنفرده كده في الصينيه ونظبطه. طبعا ده لسه بتنفش يا جماعه، يعني حتى انتوا ما تستقلوش شكلها كده في الصينيه، ده لسه هتنفش ما شاء الله هتملى الصينيه كلها. ده النص الاولاني. هننزل بقى الاول كده بالحشوات بعد كده، بعد ما نظبط القاع صينية بالجزء الأولاني. وصفة سهلة وخفيفة ومغذية، وفي نفس الوقت ما خدتش وقت معانا، وكانت جميلة جدا والأولاد هتحبها، وأرخص من الحاجات اللي بنجيبها من بره، ومش مكلفة برضو قوي يعني. طبعا هننزل كده بالجبنة الشيدر على موتزاريلا. عاوزين تحطوا موتزاريلا، شيدر، ايه الجبن اللي عندكم حطوها، بتدي طعم جميل جدا. حطينا نص الجبن في النص التحتاني كده، وادي الزيتون معاها اهو، والفلفل الرومي. عاوزين تحطوا فلفل الوان براحتكم، المتواجد عندكم حطوه. وادي السجق، ما عملناش فيه اي حاجه يا جماعه، زي ما قلت لكم سلقناه ورحنا مقطعينه وسيبناه زي ما هو على تتبيلته بتاعه الجزار. وصفه فوق الهايله، وصفه فوق الهايله بجد، هتعجبكم قوي قوي قوي. بعد كده هننزل بقى بالطبقه التانية بتاعه الجلاش، هنظبطها كده بالراحه كده على الوش. حشوات بقى اللي تعجبكم يا حبايبي. عاوزين تحشوا اي حاجه تريحكم، اللي ولادكم بيحبوه اعملوه. لحمة مفرومة بقى، بتاع ده هو فراخ، شاورما، لانشون، وجبن، اللي يريحكم، بتبقى جميلة وخفيفة وأكلة سريعة، يعني مش هتوقفك كتير في المطبخ. بصوا احنا بنحاول بقى نظبط الوش كده على قد ما نقدر.
ويا رب لو الوصفة بتاعتي دي عجبتكم حبايبي، وصفاتي بتعجبكم، ما تنسونيش بقى في تعليق حلو كده ولايك واشتراك في القناة. وشكرا لدعمكم وكل كلامكم الجميل اللي على راسي، والله العظيم اخواتي وحبايبي واحسن ناس. كده احنا ظبطنا الوش، هنبتدي بقى نضغط عليه كده بايدينا على قدر الامكان، عشان ايه كله يتماسك مع كله. تمام. تمام. والله بحاول ادور على كل الوصفات اللي تبقى حلوة، من ناحية تانية ما تبقاش مكلفة قوي، وعلى قدر الامكان تبقى ايه ميسرة للناس، علشان ما تبقاش فيها كلف عليكم، عشان خاطر انا واحدة زيكم برضو عاوزة حاجات تكون بسيطة. الحاجة بقت كلها غالية، والحاجات دي بقت غالية برا، والاولاد بيبقى نفسهم فيها، فاللي ما شاء الله عنده عيال زينا كده هيسد على ايه. احنا بقى سيبنا نص الجبنة هنحطها بقى ايه على الوش كده زي ما انتم شايفين، عشان تدينا شكل جميل قوي على الوش، والوش يبقى احمر كده وحلو. يعني دول ربع كيلو جبنة موتزاريلا او اقل. تمام. موتزاريلا على شيدر. دي كوباية حليب معانا، طبعا حليب عادي خالص ساقع من التلاجة، انا غالياه وشايلاه في التلاجة. هنجيب المج الكبير ده وهننزل عليه ببيضتين، وممكن بيضاية واحدة. انا بحط بيضتين على طول، عشان ما شاء الله الصينية كبيرة. لو لو صينية صغيرة هتحط بيضاية واحدة، وهينزل بنص معلقة بيكنج باودر صغيرة عشان تدينا هشاشة للجلاش، ما يبقاش مكتوم. نفس طريقة الجلاش التاني، بس ده طبعا متقطع شرايط زي ما انتم شايفين كده، و... ونفس الطريقة برضو نحاول ندوب واحدة واحدة، وبعد كده هننزل بالبيضاية التانية. حطينا شوية ملح وفلفل اسمر صغيرين كده عشان زفرت البيض. نزلنا بالبيضة التانية. نقلب كويس كده على قد ما نقدر. خلاص كده كله اندمج ببعضيه. نبتدي بقى نسقي بقى الصينية كلها. لو حسيتوا ان هي محتاجة لبن تاني حطه تاني، يعني ممكن تبقى اكتر من مج يعني، عشان دي التشريبة بتاعتها. طبعا الفرن كان سخن، هندخلها في الفرن في قاع الفرن من تحت على درجة حرارة عالية. اول ما الاطراف تحمر بنطلعها في الشواية، وبعد كده بنقدمها زي ما هتشوفوا. لما محطتهاش على الشبكة، انا حطيتها في الفرن من تحت. بس خلي بالنا منها، لان الجلاش بي يعني بيستوي بسرعة، بيتحمر بسرعة، وده كان شكلها النهائي بعد ما طلعناها. هنبتدي دلوقتي بقى، وكنت عاملة جنبها بطاطس محمرة، وحاطه لها اللي هي بهارات البطاطس دي اللي بتتباع في الاكياس بره، دي طعمها جميل يا جماعة، حلو قوي. ولسه طبعا في وصفات للبطاطس كتير هوريها لكم. هعمل لكم البطاطس الجمبري بتاعة المطاعم وبتاعة عم وحيد، وان شاء الله صوابع البطاطس المقرمشة، يعني ان شاء الله بأمر الله في وصفات كتير هعملها بأمر الله، إذا عشنا وكلنا عمر ان شاء الله تعجبكم وتنولوا اعجابكم. هنقطعها بقى كده زي ما انتم شايفين. طبعا شكلها يعني ايه يتحدث عن نفسها. بصوا بقى ما شاء الله بقت نافشة وهشة ازاي، عشان حطينا لها سنة بيكنج باودر، ومع البيض والحليب بيديها هشاشة ما تبقاش مكتومة. مش بيبان في الطعم ولا اي حاجة.
ممكن نعمله برضو حلو بنفس الطريقة، بس بنحط بقى ايه، اي مكسرات عندنا، بنحط جوزة هند، سوداني، اي حاجة، او نعمله بنفس الطريقة سادة. وممكن نسقيه بالحليب، حليب المسكر بنحليه وعليه فانيليا، ونحط برضو ايه، نسقيه بيه بدل السكر العادة. يعني ليه كذا طريقة. وده كان شكله النهائي، قطعناه كده مكعبات. فطير شرقي، فطير شرقي يعني خطير جدا، وكانت جميلة جدا وبألف هنا وشفا. يا رب تكون الوصفة عجبكم. وكان جنبها بطاطس محمرة بالبهارات اللي هي بتاعت التوابل اللي هي الخارجية دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.